بعيد عن الاخبار، النهارده جايه لكم من منطقه الجربي عشان نشوف مطعم وكافيه اسمه ميراج. هو مفتتح جديد زي ما انتم شايفين، مفتوح بقاله 3 4 ايام بالكتير. بس المطعم والكافيه من جوه حاجه جميله جدا، والفيو بتاعه حاجه فوق الروعه. انا قلت لا انتهز فرصه واصور لكم المكان واوريكم قد ايه المكان حلو وقد ايه. يعني انا دخلت جوه يعني بجد لقيت المكان روعه روعه. قلت لا لازم انا اوريكم المكان ده ولازم تشوفوا قد ايه المكان ده جميل. هو مطعم وفي نفس الوقت كمان كافيه وقاعده كمان حلوه قوي 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 قوي. هوريكم كده ميراج ايه الفخامه اللي جوه دي. تعالوا معايا كده نقضي الساعه ساعتين كده جوه ونشوف الدنيا عامله ازاي وقد ايه جوه الدنيا زحمه 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 بجد. تعالوا. اهم حاجه اعملوا لايك. اهم حاجه اسمعوا كلام ريتال واعملوا لنا لايك. تعالوا نشوف الشكل والمنظر والحلاوه ده. الشكل الخارجي من بره كده لميراج، شايفين التصميم بتاعه من بره شكله عامل ازاي، روعه بجد. ده تصميمه من بره. طبعا الورد دوت مبعوث يعني. هنا برضو دي صاله اهيت. ده هنا في كراسي اتاخدت من هنا عشان على البحر الدنيا زحمه جدا، الناس قاعده على البحر زحمه. هنا شكل الكافيه، الدخله روعه جدا جدا. القائمين على العمل هنا ما شاء الله يعني. بالنسبه للكافيهات والحلويات شايفين المنظر حاجه جميله جدا. الدخله التانية بقى وانتوا داخلين على البحر اهو. حابه اوريكم حاجه عجبتني قوي. شايفين فوق كده عاملين ستايل شكله حلو قوي. احنا كده داخلين على البحر. ده المنظر من على البحر، شايفين شكل الفيو من على البحر. شكل الفيو روعه روعه من على البحر. المنظر تحفه. ودي قعدات قدام البحر كده. المكان زي ما انتم شايفين روعه خرافه. حسيت ان انا داخله مطعم او فندق زي بتوع شرم الشيخ كده. فندق شرم الشيخ كنت دخلت فندق قبل كده بنفس المنظر ده والمطاعم هناك نفس الشكل ده، غير ان الفيو بتاع المكان روعه جدا جدا. لسه هنجرب بقى نشوف. في طبعا هنا قلنا في هنا مطعم هنشوف الاكل بتاعه وضعه ايه والطعم ايه وهل جودته حلوه ولا لا. هقول لكم كل حاجه بصراحه. انا عامه بقول يعني بنقل لكم كل حاجه لحظه بلحظه بصراحتها. انا المكان عاجبني قوي 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 قوي، والناس هنا شكلهم محترمين جدا ومثقفين. ولما جيت اكلمهم ان انا اصور ما قالوش لا، بل بالعكس رحبهم وقالوا اتفضلي. في غيرهم بيمنعوا الحاجات دي، بس هم يعني بجد كانوا ناس كويسين جدا معايا يعني. المكان حلو.
بجد حاجه جميله، عاجبني قوي 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 بجد. واحنا ناس غلابه. يا ما شفت جمال فينا الله من الجنة فيها الأحبة كل اللي تتمنى واحد ما فيش ما لا الوجود يما تجلاني بالشمع نادى يما تجليت بالشمع ناديت. احنا قلنا ننقل القعده هنا قعده عربي، قلنا ننقلها هنا قعده عربي احسن. قلنا نستريح يعني شكلها كده مريح القعده العربي. القعده العربي اهو نقعد بقى براحتنا. تعالي بقى. تعالي. انا لا بتكلم. لا انا نقعد انا هنا. قاعده شكلها حلو، القعده العربي احلى. نحط ده كده شايفين كده. احنا طلبنا بيتزا بس هتاخد وقت البيتزا عما تيجي كده احسن واهدى ولوحدنا، يعني حاسه ان احنا كده لوحدنا كده. لا الكاوتش عادي. القعده العربي اللي احنا قاعدين فيها ديت يعني الواحد محساه بالجو البدوي كده يعني حلوه قوي. انا مرتاحه فيها عن القعده الاولانيه، وتحسي كده بهدوء وقاعده كده براحتك كده في القعده العربي دي. القعده العربي نامي. لما يجي ينام. عبد الله لما يجي. عبد الله هيجي ينام، هيحط المخده وينام على طول. القعده العربي احلى بجد جميله. احنا نزلنا البيتزا اهيت الباربيكيو اهيت، هي حجمها حلو جدا بالسعر بتاعها. هنشوف الطعم بقى واقول لكم ايه رايكم في الطعم. ولا انت تصوري الاول يا لولو؟ لا صوري انت الاول يا لولو وبعدين اقطع لكم بعد ما لولو تصور. عارفين لولو غاويه تيك توك وصور فما ينفعش. صوري يا لولو انت الاول. يلا. فين السكينه لو سمحت كده؟ هنجرب زي ما قلت لكم بقى. علياء خلصت كده. نجرب احنا بقى ونشوف الطعم واقول لكم. يلا. يعني على ما اعتقد يعني العجينه يعني ايه، هي مظبوطة. هي حلوه طعمها حلو بس يعني حلوه يعني مش هي الطعم حلو بس هي كانت ممكن عايزه تخمر شويه. حلوه دي مكتومه سنه بسيطه بس. مكتومه سنه بسيطه مكتومه سيكه بسيطه لكن الطعم حلو. الطعم حلو. لا هي مش وحشه. لا مش وحشه بس هي مكتومه سنه بسيطه بس. عايزة موزاريلا ممكن؟ ما اعرفش. قضيت خلاص يومي هنا خلاص، ويوم كان حلو، يوم جميل والمكان حلو جدا. اتمنى ان انتوا تزوروه. بس قمت بس عشان في فرح ودوشه ما ينفعش بقى صوت الاغاني وجعتني فقمت عشان كده. اتمنى يا رب حلقتي النهارده تكون خفيفه على قلبكم. برعايه الله وحفظه. مع السلامه. سلام.